السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وصفوتك من خلقك ونجيبك أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تبدأ الآية بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب كما نعلم يعني مضمون هذا الخطاب هو موجه لكل الناس، إنما خص المؤمنون لأنه هم الفئة المتوقع منهم الاستجابة وتلبية هذا النداء، كما أن فيه نكتة، وهو أن المؤمنين ليسوا بمأمنين، عليهم أيضا أن يحذروا. لا يتصورون أنهم مؤمنون إذن هم في مأمن من كيد الشيطان وخدعه، لا، أنتم أيضا مشمولون بذلك، بهذا التحذير الذي تذكره الآية الكريمة. فليحذروا إذن الانخداع بخطوات الشيطان والانسياق وراء وساوسه التي تكون خفية جدا، ما يعلمونها خصوصا في بداياتها، إلى أن في النهاية والعياذ بالله توصل من اتبعه ومن انساق وراءه إلى حالة الانقياد لأوامره، فإنه يأمر بالفحشاء، يصل مرحلة إلى أن يكونون جنودا مأمورين بأمره. لا تتبعوا خطوات الشيطان، والخطوة لغة هي مسافة ما بين القدمين أثناء الحركة تسمى خطوة، والخطوات لا تكون إلا في طريق، فحينئذ خطوات الشيطان خطوات يتخذها الشيطان على طريق المؤمنين. وما هو طريق المؤمنين؟ صراط المستقيم، صراط الحق والهدى، وهذا ما أقسم عليه إبليس وتعهد به بأن يقعد في طريق المؤمنين ليحرفهم عن مسارهم. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالمؤمن إذن لا تتبع خطوات الشيطان، معناه أن المؤمن الصالح لا يسقط في الفساد مباشرة، لا يستطيع الشيطان أن يغريه مباشرة ويوقعه في المعاصي خصوصا الكبيرة. عنده القوة، قوة الردع لمقاومة مثل هذا الإغراء، فالشيطان ما يأتيه للمؤمن بهذه الطريقة، لا، إنما يأتيه عبر خطوات. تبدأ افترض مثلا من مصاحبة الفاسدين والمنحرفين والاختلاط معهم، قد يقول لك ما به شيء، زملاء بالجامعة، بالعمل، بالوظيفة، بالشارع، يذهبون متنزه إلى آخره، خطوة ما بها شيء، هذه الخطوة الأولى هاي. ثم يستمع إلى أحاديثهم، يتأثر بهم، خطوة ثانية. ثالثة، تشوش أفكار في ذهنه، ولا يأتون بكلام يبدو أن فيه مثلا بعضه على الأقل صحيح، هكذا تبدي القناعة ببعض ما يقولون ولو. ثم الخطوة الأخرى يفكر داخل نفسه بمجاراتهم في أفعالهم، خصوصا الأفعال المشتبهة ماكو دليل على حرمتها حتى يمتنع منها. هذا هو الميدان الرحب الذي يدخل منه شيطان. ثم الخطوة الأخرى يجد المبررات لفعله ولكي يسكت ضميره إذا أنبه ضميره على فعل معين وعلى خطوة معينة، فتجي المبررات حتى يسكت هذا الضمير الحي الذي يؤنبه. شوف الخطوات إلى أن يقع فيها المعاصي التي رافقهم عليها أو سمعها منه
وحينئذ أيضا تأتي الخطوة الأخرى، يسوف التوبة ويمنيه والصار وقحط، ويا ريت بس على هاي يا معود نشوف الناس شو تسوي، وبعدك سادة شاب قدامك الحياة، بعدين تتوب. يبدي يمنيه ويسوف التوبة له. وإذا المسألة تتعلق بمظلمة اجتماعية هم يصور له أنه لا مخالف لشأنيتك، شلون تتنازل إلى هذا وتروح تسترضيه وتبرد ذمة منه وترجع له حقوقه، هذا ما يناسب وضعك وشأنيتك الاجتماعية. يبدي هم هاي الخطوة. وهكذا لاحظ كيف جره عبر خطوات إلى أن يسقط في الهاوية ويقع في الكبائر فضلا عن الصغائر. ولو جاية من أول خطوة الشيطان من أول شيء أمر بالمعصية خصوصا الكبائر، لا، هو عنده من العصمة الذاتية من الورع ما يمنعه من ذلك، لكن بهالتسلسل هذا للخطوات يمكن أن يوصل. هذا التحذير ليس فقط في هذه الآية، ورد في آيات كريمة أخرى لأهمية هذا التحذير وضرورة الانتباه إليه. مثل قال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا أيضا نكتة لطيفة، وهي أنه لما ينهانا مطلقا عن أي خطوة غير خطوات الله تعالى التي يرسمها لنا، فمعنى أن الشريعة كاملة وقد غطت كل ما يحتاج البشر، وما نحتاج إلى أي شيء يبتدعه البشر ويضعه ويصنعه. هذا كله ما دام ليس من الله إذن هو من الشيطان، لستم بحاجة إليه. نعم، فيها هذه الدلالة. والآية أيضا كما ترى تصور هذه الآيات، يعني تصور اتباع الشيطان بأبشع صورة. تصور الشيطان القبيح العدو المبين يسير بخطوات، وأنت المؤمن الرشيد العاقل تتبعه وراء خطوة بخطوة، وأنت تدري يقودك إلى الهاوية، وأنت تتبعه خطوة خطوة وراءه وتدري النتيجة اللي راح يوصلك إليه. فالصورة لو يتخيلها الإنسان أو فد مخرج سينمائي بارع ويصورها يتقزز منها الإنسان. فالله تعالى رسمها بهذه الصورة حتى تثير اشمئزازه فضلا عن اتباعه. لابد من الإشارة أيضا إلى أن الشيطان له أصناف من الأتباع، مستويات. أتباع يوجد منصاعون لأمره، دولة جنود وأعوان له، دولة مجرد إشارة يوجههم كافي، ما يحتاج إلى مؤونة. ربما هم الذين قصدهم بقوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. دولة حصتي، دولة جندي، دولة أسيرهم كيف أشاء. ويوم القيامة طبعا سيخاطبهم الشيطان ويتبرأ منهم: ما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، أشرت لكم إشارة فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. له جند من هؤلاء، هؤلاء شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم توجد هذه العلاقة الوثيقة بينهم، لكن المؤمنون طبعا ليسوا بهذه الدرجة، ليسوا كذلك، بالعكس هم تعبين الشيطان أكيد. لأن كل ما الشيطان يظن أنه قد نجح وأغوى بمعصية معينة، شاف هذا رجع ثاب إلى رشده، استغفر، ندم، عقد العزم على عدم العود، خرب شغل الشيطان، رجع من جديد، حاول قل نجح بمقدار ما، أيضا استغفر وعقد العزم على، فمتعبين الشيطان أكيد. الله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عندهم نور من نور الله تعالى وبرهانه يعصمهم من الانقياد إليه، لكن يبقى
الشيطان طامعا في إغوائهم بأدواته المعروفة وغير المعروفة، وقد أقسم على ذلك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا هذه المجموعة المؤمنون وجه الخطاب لهم في الآية الكريمة، لا يطمع الشيطان في إيقاعهم بالمعاصي مباشرة، وإنما يغريهم عبر خطوات لا تظهر النتيجة من الخطوة الأولى ولا يلتفتون إليها، مثل رجل وامرأة مثلا في جامعة، في دائرة، في الوظيفة يعني مثلا، أو يتعارفان عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، يبدأون فتح حوار عن أمور علمية إذا هم زملاء بالجامعة، أمور علمية، مسائل كذا، أسئلة إلى آخره، وما بيه شيء، يظنون ما بيه شيء هذه خطوة بمقدار. أو قد تكون مشاكل اجتماعية، كل واحد ينقل مشاكل اجتماعية في بيته من باب يطلب النصيحة، يطلب الرشد، أنت هم تقول سأشك بها أخو، كون مثلا حل مشكلتها، نساعدها إلى آخره. أو قد لا يثيرون مواضيع دينية أيضا، هم ممكن. ثم تتحول هذه شوف الخطوات، تتحول هذه المحادثات إلى إعجاب بينهما، ثم تتطور إلى مبادلة عواطف بينهما، ثم يصير عندهم رغبة في اللقاء، واللقاء على انفراد أيضا، فتحصل خلوة بينهما. وين وصلت النتيجة؟ وين بدأت؟ هاي الخطوات. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فلاحظ الخطوة الأولى ما كان بها شيء، شنو المشكلة في ذلك؟ أو موظف مثلا مؤتمن على مصالح عامة ومحدد بأمور وقوانين يجب أن يسير عليها، يأتيه مقاول فاسد يقدم له هدية ويثني على أمانته ومهنيته وكفاءته في العمل، فما به شيء إلى هنا، ورا مدة هم كررها، هم انطاه هدية من دون أن يطلب شيئا، هم ما به شيء إلى هنا، هكذا يظن. لكن بالنتيجة هذا بعد مال قلبه، هذا الموظف، هذا المهندس، هذا الطبيب، هذا أي واحد في موقع العمل، فباكر عقبه من يجيب شغلة فيها خيانة للأمانة، مخالفة للشروط التي يجب أن يمتثل لها، بالنتيجة يضطر أن يمشي الهيال. يعني بعد صار كما يقال في المثل الإنسان عبد الإحسان. هذا الإحسان المتكرر والهدايا المتكررة جابت ثمرتها. لاحظ الخطوة الأولى. فالآية محل شاهد تدعو وتحذر إلى أن يتحقق من كل خطوة، يدرس عواقبها ويدرس نتائجها، حتى لو بدت هذه الخطوة في البداية كأنه ما بها شيء. أمير المؤمنين عليه السلام يعطينا درس في هذا الحذر، قال في نهج البلاغة: وأعجب من ذلك طرق الباب، طرقنا بملفوفة في وعائها، علبة حلويات، ومعجونة شنأتها. شوف التقزز من قبل الإمام، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. هدية، علبة حلويات هدية بها شيء. فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ شنو عنوانها هاي جبت لي إياها؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. كل هذه العناوين محرمة علينا أهل البيت. شنو عنوانها هاي؟ فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. وتقبلون الهدية يا أمير المؤمنين؟ فقلت: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ قل لي هدية، أمختبط أنت أم ذو جنة مجنون أم تهجر؟ شجاك؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة مقابل الأقاليم السبع ما فعلت.
وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمه. شنو قيمتها؟ هاي ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. بالعودة إلى الآيات الأخرى التي ورد فيها هذا التحذير، قلنا أنه ورد في عدة آيات، وأحدى منها التي افتتحنا بها الحديث. والآيات الأخرى: ادخلوا في السلم كافة لا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات. لاحظ أن هذا التحذير اقترن مع جوانب متعددة من جوانب الحياة وشؤون متعددة في السلم كافة. فهذا ماذا يعني؟ يعني على أن خطوات الشيطان يمكن أن تكون في جميع نواحي الحياة وفي جميع شؤون الحياة. واحدة منها هاي مثلا: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات. طبعا لأن الشيطان يدعو للفوضى وإلى الثراء والتخاصم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. توقع بالآية الأخرى: اقترن بأكل الطيبات. حاليا ما هي خطوات الشيطان ستكون؟ أكل الخبائث. ويشوف الرواج اليوم للحم الخنزير والخمر وأمثاله، وحتى أقرت بعض هذه في الصناعات الغذائية من قبل منظمة الصحة العالمية، يعني أجازت يمكن آخر قرار لهم استعمال الصراصر في صناعة الحلويات وبعض البسكويتات وأمثالها. هذا الشيطان طبعا. شوف، فلا تتبعوا خطوة الشيطان في كل المجالات التي. فهذا يعني إذن محل الشاهد أن خطوات الشيطان يمكن أن تكون في جميع الاتجاهات. اتجاهات العقائدية أكيد، إلقاء الشبهات والشكوك والفتن. السياسية نعم، يجعل أوضاع للحكم بديلة عن حكم الله تعالى، ويسن دساتير وقوانين مخالفة لشريعة الله تعالى. خطوات شيطان نعم. على الصعيد الاجتماعي خطوات شيطان موجودة كثيرة، وذلك بتزيين تقاليد وأعراف منافية للدين والحياء والعفة، كالذي يحصل في الأعراس. من تقول لهم هذا مخالف للدين، هي ليلة بالعمر. شنو ليلة بالعمر عد هذا وليلة بالعمر عد هذا وليلة. النتيجة أنه أصبح الفسق والفجور في كل آن. أو حفلات التخرج هذه التي في انحدار وما ندري وين توصل. كيف بدأت بالبداية واليوم وين وصلت هذه حفلات التخرج؟ لاحظ خطوات الشيطان. أو الدقات العشائرية والثأر والانتقام وقتلى وجرحى وكذا. خطوات شيطان إذا في المجال الاجتماعي. في المجال الأخلاقي خطوات الشيطان واضحة. هالمهرجانات هاي الفنية تارة تسمى، ومهرجانات تسمى رياضية تارة، وهكذا، أو فنية، وبالنتيجة كلها هي تذهب الحياء والعفة والشرف والدين، وتحطم المقدسات التي يؤمن بها الإنسان ومبادئه الفطرية. بالاقتصاد أيضا أكيد خطوات الشيطان. تشوف يشرع أنظمة تؤله المال وعبادة المال، وتربي روح الأنانية والاستئثار والتمدد على حساب عامة الناس، تصل بهم أن يحرقون اللحوم والمنتجات الزراعية من أجل أن يحافظوا على الأسعار مثلا. لاحظ خطوات الشيطان وين تصل. أيضا خطوات الشيطان على صعيد السلوك أيضا طبعا، كتشجيع المثلية والشذوذ الجنسي والإجهاض وتغيير الجنس والإباحية حتى للأطفال تحت عنوان الحرية وأمثاله وغير ذلك. وهكذا إذن في كل مجال. إذن هذا التحذير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليس فقط على الصعيد الفردي، لا على الصعيد الاجتماعي. شوف الشيطان يجي يصف بصف رئيس دولة مثلا، يغريه بالتحرش بدولة مجاورة، إشباعا لنزوة، لمطمع، لشهوة، لقضايا شخصية، تحرش بتلك الدولة. بيجي الدولة ما تسكت، ردة فعل، تصاعدت ردود الأفعال بينهما، وإذا حرب تهلك الحرث والنسل ويذهبون.
عشرات ملايين القتلى في الحرب العالمية الأولى والثانية من أجل ماذا؟ نزوة هكذا عند فلان، فإذا يجر العالم كله إلى حرب. خطوات الشيطان. لو من أول خطوة عولجت بالحكمة والتأني والتعقل، وإذا توجد عقد نقعد نتحاور ونحل هذه العقد، ما كان وصلت إلى هذه النتيجة. وهكذا. فإذا خطوات الشيطان لا نتصور فقط أنها فردية، يعني على صعيد الفرد كما أول ما بدأنا الحديث، هذا واضح. لا، وأيضا خطوات له اجتماعية، منشور على السوشيال ميديا، ما يعرف أصله شنو، مصدره شنو، مدى الثقة به، تيجي ينتشر هذا ويؤثر حسب تأثيره، قد يوقع فتنة، قد يؤثر في ثقافة الناس ويخلق ثقافة جديدة. أصلا وهذه الآية هي وردت في سورة النور في سياق حديث الإفك. لاحظ، هي إشاعة بدأها واحد، لكن نتيجة تلاقفتها الألسن اتهام في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وشرفه. النتيجة انتشرت ونزلت سورة النور تتضمن حديث الإفك. وهذه الآية جاءت في نهاية الآيات القرآنية اللي تتحدث عن قضية الإفك. وقد يوزع الشيطان الأدوار، أحدهم يكتب المنشور على الفيسبوك، والثاني يصور نفسه اقتنع به ينقله إلى الثالث، والثالث ينشره، وهكذا قد تتوزع الأدوار أيضا. فهذا إذن التحذير الذي تضمنته الآية. ولو كان الحذر من الخطوة الأولى، الخطوة الأولى قد تكون مباحة، لذلك ما تلفت الانتباه كثيرا. افترض يكثر من الطعام، يكثر من الطعام الذي النتيجة شنو؟ لا يصاب بسكر، لا يصاب بأمراض أخرى تعيقه عن العبادة، تقلل همته في طاعة الله تعالى. لا أقل من أن هاي الأكل الدسمة الأكلها ثقلته، ملأت معدته، فسيتراخى يمكن عن ربما برنامج عبادي. تشوف من النصائح في ليلة القدر أن لا يثخن بالإفطار مالته، لأنه النتيجة هذه سيؤدي إلى غثيان ونعاس وكسل وما يستطيع أن يقوم بأعمال ليلة القدر. شوف، مسألة مباحة هاي السخة، ما مرتكب معصية، لكن لاحظ نتيجتها. روي أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يلتقون بإبليس ويتحدثون معه. وفي إحدى المرات قال يحيى عليه السلام لإبليس: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ أما قدرت في يوم ما تأثر علي؟ قال لا، النبي معصوم ما يقدر له، ولكن فيك خصلة تعجبني. كعيون يحيى، أي خصلة فيه تعجب إبليس؟ كارثة هاي. قال يحيى: فما هي؟ قال: أنت رجل أكول، فإذا أفطرت أكلت وبشمت ثقلت، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل. هاي فقط اللي قدرت عليك. قال يحيى عليه السلام: فإني أعطي الله عهدا أني لا أشبع من الطعام حتى ألقاه. قال له إبليس: وأنا أعطي الله عهدا أني لا أنصح مسلما حتى ألقاه، إذا كانت هذه النتيجة. ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك. إذن الخطوة يمكن أن تكون مباحة، لا أكثر من ذلك. قد تكون الخطوة الأولى دينية، أمر يبدو راجح، كأن يأمره بالمبالغة في الاحتياط، بالتطهير مثلا من نجاسات أو بالصلاة أو بأي شيء آخر. فالاحتياط حسن، جيد أن واحد يحتاط به، احتاط، ثم دعا إلى المبالغة في الاحتياط، والمبالغة الآن تحول إلى وسوسة، وصار فد بلاء. هذا صار أزعج شيء لما يقوم إلى العبادة، لأنه بها هذه المؤونة وهذه الكلفة. لاحظ، بدأت بأمر ديني، احتياط، ما بي شيء، لكن كيف أدى؟ المفروض يقطع هذه الطريق. روى الشيخ الكليني بسنده عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، كل ساعة الصلاة يكبر ويعيد التكبير وهكذا.
وقلت هو رجل عاقل. ايش قد هاك، شوف هذا محتاط ومهتم بصلاته، كل ساعة يدها. أثنيت عليه، من كبار الرواة هذا عبد الله بن سنان. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي عقل له؟ تصف عاقل هذا؟ وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ هذا دي يسوي احتياط في عباداته. فقال: سله، أنت سل هذا الذي يأتيه من أي شيء هو. هذا الشعور اللي يوصل وسواس قهري، يعني يصنف بالأمراض النفسية، ويراجع طبيب نفسي يعطي علاج هذا الوسواس القهري إذا كلش يعني تحول. فالإمام يقول له: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان وسيعترف لك بذلك. أبدا لا مبرر له على مستوى الأحكام الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قالت الآية الكريمة: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كالتعليل، كأنه تعليل للنهي عن اتباع خطوات الشيطان. لماذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ لأن هذه النتيجة التي يريد أن يوصلكم الشيطان إليها. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يبدأ بالوسوسة والتزيين والإغراء إلى أن يصبحوا منقادين لأمره. يأمركم، إذا ما توقف وتعقل ورجع إلى ربه سيأخذه من خطوة إلى خطوة إلى أن يصبح منقادا لأوامره. فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتصبح هذه الأمور أمور اعتيادية مألوفة عنده وفي المجتمع بشكل عام. وإذا استنكرها أحد، وهذا مجرب حينئذ، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصبح شاذا، وكأنه يسبح عكس التيار كما يقال في المثل. لأنه أصبح الأمر بالفحشاء والمنكر عامة. ولما كانت الصلاة بنص الآية الشريفة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك الصلاة تشكل عقدة كبيرة للشيطان، لأنها تنقض غرضه. هو يريد أن يأمر بالفحشاء والمنكر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإبليس عنده عقدة كبيرة من الصلاة. المؤمن لما يقف للصلاة ضربة قاضية يوجهها إلى الشيطان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: قال: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن هائبا له متى ما حافظ على الصلوات الخمس. كان محافظ عليها من جميع أشكال المحافظة، محافظة في أوقاتها، محافظة على شروطها وأجزائها. فإذا ضيعهن تجرأ عليه والعياذ بالله. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: الصلاة حصن من سطوات الشيطان. لذا فالشيطان يحاول بكل الوسائل صد الناس عن الصلاة ودعوتهم إلى ترك الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وسائر أدواته الأخرى، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وإذا فشل بقضية أنه يصده عن الصلاة ويدعو إلى ترك الصلاة، فقد يقبل بأن يفرغها من محتواها، يبقيها مجرد طقوس شكلية لا أثر لها في حياته، ولا تنهاه عن فحشاء ولا عن منكر. وأفظع المنكرات التي يدعو إليها الشيطان وتحصل باتباعه الإعراض عن دين الله تعالى وترك طاعة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين. الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تفسرها الروايات كما في الكافي
وأمال الطوسي وتفسير العياشي وغيره قال ادخلوا في السلم كافة، أي في ولاية علي بن أبي طالب وأهل البيت من بنيه سلام الله عليه. وفي مقابلها ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي ولا تدخلوا في ولاية غير علي وأهل بيته سلام الله عليه. فهذه إذن يدق الشيطان خلينا نقول على هذه، يريد يخرجهم من ولاية الله وولاية النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليه. ثم تقول آية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لا يتوقع الإنسان أن صلاحه وتمسكه بدينه واتباعه سبيل الحق والهدى قد حصل عليه من تلقاء نفسه وبقدراته الشخصية الخارقة، لا أبدا، كما تنقل الآية الكريمة قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا بقدراتي الخارقة حصلت هذا الذي عندي. لا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعليه أن يلتفت أنه إنما حاز هذه الهداية ودخل في الإيمان وحصل على هذا التوفيق، هذا بتأييد من الله تعالى وألطاف ظاهرة وخفية، ألطاف كثيرة ابتداء من بعث الأنبياء والرسل. لولا بعث الأنبياء والرسل وإنزال الشرائع أنت تندل الدين، تندل الهداية، تندل طريق السعادة والنجاة. لا، لاحظ الأسباب إيش قد ممتدة من بعث الأنبياء والرسل إلى إنزال الشرائع السماوية، إلى عمل العلماء والمبلغين اللي أوصلوا لك أيضا هذه التعاليم، إلى تحبيب الإيمان في قلبك، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أكو غيرك كما طواغيت قريش يقابلون النبي صلى الله عليه يقولون له أنه لو حملتنا الجبال أهون علينا من هذين الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتصور هذا كله الله تعالى حبب إليك وزين في قلبك ويسر لك أسبابه وذلل صعوباته وأزال الموانع عنه وزودك بالأدوات اللي تقدرك على ذلك. لولا وجود صحة وعافية، ولولا وجود مال، ولولا وجود بيئة تستطيع أن تطيع الله تعالى فيها، ولولا وما كان توفق العمل الصالح. فكنت تلتفت إلى ذلك ولولا فضل الله، كنت تحس بهذا حقيقة. ضمن دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان ما أفشى فينا نعمتك، كن عندك هذا الشعور، وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك، هديتنا لدينك أنت الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. على طول الخط الله تعالى معك، لو لحظة يسلب التوفيق لا سمح الله ينتهي كل شيء، تزل قدم ويسقط. فلذلك دعاء أهل الجنة في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال والذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة بعمله أبد. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفاضل. هذا يجب أن يكون شعورك، لا تشعر فضلا أن يصل مستوى عجب. شنو عجب؟ مالك أنت بأي شيء تعجب؟ هو شنو منك أنت حتى تعجب به؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه حقائق يجب أن فلا يعجب الإنسان
بعمله، ولا يثق أيضا، هاي مهمة، ولا يثق بقدراته على الصمود. تقول له وين رايح منا مثلا؟ لا تخاف علي. شلون لا تخاف علي؟ أنت ش عندك يا مسكين؟ لو كنت أنت خليت أنت ونفسك، مين لك؟ لا تثق بقدراتك على الصمود في وجه الشيطان والثبات على الاستقامة. جدنا آدم من أول يوم البشرية، خلقة البشرية، والتافلهم وجاهم منا جابهم للطريق. أنت وين تصير ويا هذا التحدي؟ لا تثق بقدراتك، فتروح باتجاه معين وتقول لا أمن لا تخاف علي، أنا مضبوط. مين لك مضبوط يا أخوي؟ شفت آليتها شلون تصير؟ دائما إذا الإنسان عليه أن يتوكل على الله تعالى ويستعيذ به ويطلب منه التثبيت وعدم سلب نعمة الإيمان من أدعية الغيبة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، مو احنا نقدر نحصلها وبعد المعصية. ثم قالت الآية ولكن الله يزكي من يشاء برحمته لطفه كرمه. اللطف الخاص طبعا ولا اللطف العام متاح للجميع، لكن إذا أبدى العبد استعدادا لتحصيل مزيد من الألطاف الإلهية والتأييد، الله تعالى يعطيه. فسالت أودية بقدرها، بمقدار استعداده واستجابته الله تعالى يعطيه. وإلا رحمة الله تعالى متاحة للجميع، لكن هذه الرحمة الخاصة والألطاف الخاصة، وإلا بابك مفتوح للراغبين. أيوة. وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك. فالإنسان هو بعد بمقدار سعيه لنيل هذه الألطاف الله تعالى يعطيه ويزيده. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. ثم تقول الآية والله سميع عليم حاضر عند عباده، يسمع دعاءهم إذا دعوه، إذا ناجوه، يلبي طلباتهم حتى من غير مسألته، لأنه عليم بحاجاتهم، أحوالهم، قابلياتهم. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. والله سميع عليم، سميع لدعائكم إذا دعوتم، مناجاتكم إذا ناجيتم، وهو عليم باستحقاقكم وبه. آية أخرى أيضا كشاهد يمكن أن نذكرها باختصار على خطوات الشيطان وعلى هذا التحذير. بعد أن نقل الله تعالى تهديد إبليس لعنه الله وأقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، شرح كيفية ذلك. شوفوا الخطوات. قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الخطوة الأولى إذن لأضلنهم، يقعد لهم في طريق الحق والإيمان والعمل الصالح كما هدد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيعمل الخطوة الأولى على تشويش أفكارهم، إلقاء الشبهات والشكوك، تحريف المعاني في أذهانهم. يصبح الإيمان بالله تعالى ورسوله والآخرة خرافة. شنو يظلون بهالعقلية؟ هذا الدين اجى بوقته، كان اكو حاجة مجتمعات المتخلفة، الآن انتفت الحاجة لها. ويصبح الالتزام بتعاليم الدين تخلف ورجعية، ويصبح الإلحاد وتبرج المرأة تحضر، ويصبح الزنا واللواط حرية وميل طبيعي. هذا ميل طبيعي، الذكر للذكر والأنثى للأنثى. ايش تريدون منا؟ شوف ولأضلنهم، أشوش عليهم أفكارهم. التفسخ الأخلاقي يصبح فنا، ايش بيه؟ فن هذا. والحجاب قيدا وحرمانا للمرأة، وقتل المؤمنين الأبرياء وتفجير الأماكن المقدسة والمدارس، هذا جهاد. لقى الحور العين رأسه
مباشرة. شوف التضليل، شوف خلط الأوراق وتشويش الأفكار. والتحاسد والتخاصم يصبح منافسة شريفة، والحماقة والشيطنة تصبح فطنة وشجاعة، وتضيع العمر في العبث واللهو متعة ولذة. هكذا لاحظ كيف تتبدل. ثم تجي بعد هاي الخطورة ما شوش أفكارهم وصارت عندهم قناعات غير القناعات الصحيحة والحقيقية. تجي الخطوة ولا أمني أنه يلقي في قلوب العاصين والفاسدين والمنحرفين الأماني الكاذبة، مثل الرهابيين مثلا، اقتل فجر كذا يا ذو الأبرياء، لا كذا لا جهاد هذا وحور عين تتلقاك وإلى آخره، ويمنيهم بالأماني الكاذبة ويزين لهم أعمالهم. وإذا استيقظ ضميره وأنبه وأراد أن يصحو فيمنيه بوعود التوبة وتسويفها وإلى آخره. فيحق عليهم قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هاي الأماني فسوف يعلمون. روى الشيخ الصدوق في أماليه بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته، فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية أفلسنا. بعد ما يفيد كل شغل، يعني ما انجرهم إلى المعاصي، استغفروا لذنوبهم، خلاص ينتهي كل شيء. فمن لها هذه الآية منه يقدر يكفيني مؤونتها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها، لا هذا الشغل ما ينفع. فقام آخر فقال مثل ذلك، قال: لست لها. قال له: أنا أجيهم من جهة النساء، هذا قال له: أنا أجيهم من جهة الماء، قال له: لا بقى ما تفي. فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. هذا الأسلوب راح اتبعه وياه. فقال: أنت لها، هذا الحل اللي ينبغي عنها. فوكله بها إلى يوم القيامة. فإذا المرحلة الثانية لاحظ: ولا أمنينهم. ثم تجي المرحلة الثالثة: ولا أمرنهم. لا يصبحون بعد سلس القياد، هذا منقاد يصير، هذا بعد طوعا ينفذ أوامر إبليس، وحينئذ يصبح وليا للشيطان نعوذ بالله، لأنه قبل بطاعته. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثم تذكر الآية مثال لهذه الأوامر: ولا أمرنهم، وهو هذا الهوس الذي نعيشه اليوم، هوس الشذوذ والمثلية وتغيير الجنس وإلى آخره. بالنص هذه واحدة من الأوامر. يقول: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. في بعض الروايات خلق الله يعني فطرة الله، في بعض الروايات خلق الله يعني دين الله، أو خلق الله تغيير الجنس، كلها من مصادق هذه الآية. هذا كله إذن ضمن تطبيقات هذه الآية. ويخرجون بذلك عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه هي الفطرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من وساوس الشيطان ويجنبنا خطواته ويوفقنا لطاعته، ويعيد هذه الأيام الشريفة المباركة علينا وعليكم جميعا بأتم صحة وعافية وأمن وأمان وإيمان، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله